سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبتي في الله، إخوتي الحاضرين، إخوتي وأخواتي المشاهدين، أهلا بكم. ويتجدد لقاؤنا مع حديث الروح ومع موضوعنا الهام جدا مع الوالدين. انتهينا في اللقاء السابق حول قصة أليمة سأقصها عليكم الآن عمن يطيع والديه، يطيع، لا أقول يعصي، لا أقول يرميهم في دار المسنين، لا أقول يرميهم في الشوارع من أجل إرضاء زوجته وأولاده، ولكنه كان يطيعها، يطيع أمه وينفذ كل أمور الطاعة بحذافيرها، ولكن عن عدم رضا. فما النتيجة؟ أنا وأنت لو أعبدنا الله عبادة ومتأففين لا يقبل الله عبادة. وكما قلنا في اللقاء السابق، طاعة الله عبادة وطاعة الوالدين عبادة، بل إن قبول طاعة الله عبادة الله مشترط بطاعتنا لوالدينا عن رضا. يحكي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل كان له أم عجوز مريضة قعيدة مشلولة ومريضة، فكانت تتغوط وتتبول على نفسها، وكانت لا تستطيع أن تطعم نفسها. وكان هو رجل فقير يذهب للصباح يحتطب ويجمع الحطب والخشب وفروع الشجر ويبيعها، ثم يأتي بالطعام والشراب لزوجته وأمه. المهم هذا الشاب الجميل كان يستيقظ مبكرا وينظف أمه ويغير لها ملابسها بعد أن يمسح لها ما علق بها من بول وغائط، ويوضئها حتى تصلي، ثم يأتيها بالطعام ويطعمها. فكانت لا تحسن الطعام، مش قادرة، واخد بالك يا مولانا؟ فكانت مش قادرة، فكان هو يأتي بما يتساقط من فمها وينظفه ويطعمها بدل منه الجديد. ثم بعد أن ينتهي يستأذن من أمه ويخرج إلى أكل رزقه ويسعى على رزقه، يعود في الظهيرة فيطعمها طعام الغداء، ثم إذا وجدها غاطت أو تبولت ينظف لها ثيابها، وهكذا. وفي الليل يعود، وكل مرة يستأذن منها: ألك حاجة يا أمه؟ تقول لا يا ولد، فيذهب إلى عمله. زوجته وهي بتشوف الموضوع قالت له إيه؟ قالت له: يا فلان، أنت تعب نفسك، أنا لا معايا عيل ولا تيل، وقاعدة أنا وهي، ودي أمك أمي، أنت روح على أكل عيشك وشوف مشوارك صعب، أنت بتطلع الجبل وتحتضن، وشوف لما بتطلع الجبل يعني يلاقي حطبة هنا وحطبة هناك لحد ما يجمع كوم ويروح يبيعه ويرجع ثاني وكذا. فعمل شاق جدا. قلت له: شوف أكل عيشك وتعالى آخر النهار تلاقيني أنا عملت اللي أنت بتعمله ده وأحسن، وإحنا ستات زي بعض، هنعرف الأمور أحسن منك أنت كرجال يعني، وحتى لو هي أمك ممكن تستحي منك لأنك رجل، أنا ست زيها وهنظفها وكل حاجة وما تقلقش من هذا الموضوع. فكان يقول لها: هي أمي وليست أمك. واخد بالك يا عم الشيخ سعيد؟ هي أمي وليست أمك، أنا أولى، وأنا أعتني بها بقدر ما يعينون الله. فضل على هذا الحال إلى أن ماتت الأم وتوفاها الله. هذا الرجل عاش ما عاش من السنين ومات. فلما مات نادى مناد من قبل الله: ملائكتي خذوا عبدي هذا وألقوه في النار. يا الله، لا إله إلا الله. فالملائكة تعجبت، ولكنها ملائكة نورانية يفعلون ما أمرهم الله. قالوا: يا رب، رحمك بعبدك البار أمي، كان يفعل كذا وكذا مع أمي. قال: ملائكتي أنا أدرى بحال عبدي منكم، أنتم شايفين الظاهر، لكن من الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟
الله سبحانه وتعالى. أنا أدرى بحال عبدي. قالوا يا رب حاله كان أحسن حال. حاله يا عم علي كان أحسن حال بأمه، كان رجل يفعل كذا وكذا. قال أنا أدرى بحال عبدي منكم، خذوا عبدي هذا وألقوه في النار، لقد كان يفعل كل ذلك مع أمه ثم يتوجه إلي قائلا اللهم خذها وأرحمها. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا أخي اجعل طاعتك عن رضا، كما صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك عن رضا، علشان كلمة اللهم خذها وأرحني منها يبقى الموضوع مش عظيم خاطر. هي وبكرك باللي قلناه في اللقاء السابق، لما كنت أنا وإنت نتمول ونتغوط على أنفسنا كانت تنظف بيدها وكانت تقول اللهم أطل في عمره، اللهم اشفه، اللهم خذ من عمري وأمد في عمره، اللهم أطل في عمري حتى أراه رجل ومعه زوجة وأولاد، ما تمنت لي ولا لك الموت، ولا تمنت لنفسها الراحة على حساب أن نموت، تختمها ثم تتوجه إلى ربك اللهم خذها وارحني منها، خذها الله ولكن لم يرحك من العذاب. يا من معك أب وأم خاب وخسر، من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة قل آمين. آمين. قلت آمين. صلى الله عليه وسلم. معك كنز، فحينما تموت أمك يناديك مناد من قبل الله ماتت من كنا نكرمك من أجلها فاعمل عملا نكرمك من أجله. انظروا من ألد أعداء الله ذكر في القرآن الكريم، فرعون، صح مولانا؟ صح. كان فرعون ألد أعداء الله، ووصل في عداوته إن قال الناس أنا ربكم الأعلى، ووصل بعداوته أن قال ما أعلم لكم من إله غيري، وظل على هذا الحال 40 سنة إلى أن أغرقه الله. يروى في كتب الأثر أن فرعون هذا كان له أم وكان يخدمها عن طيب خاطر. سبحان الله، يعني فرعون عاصي لربه وطائع لأمه عن طيب خاطر، فكان يطعمها بنفسه عن طيب خاطر، وكان يقوم بخدمتها عن طيب خاطر، فكانت تدعو له بالحفظ وبعلو المكان، فاستجاب الله دعاء الأم لفرعون ووصل في مكانته عالية إلى أن قال ما علمت لكم من إله غيري، وادعى الألوهية. فيروى أن أمه ظلت على هذا الحال معه حصن حصين من غضب الله إلى أن ماتت، فلما ماتت الحصن انهار. لا إله إلا الله. الحصن اللي كان حامي فرعون من رب فرعون انهار بموت أمه. فلما ماتت أمه دعا جنوده إلى أن يقضوا على سيدنا موسى وقومه، فهربوا إلى البحر فدخل معهم خلفهم فأهلكهم الله. شوف، انظر أخي الكريم، يا من تطع أباك وأمك اجعلها عن محبة ورضا، لا تتأفف ولا تقل لهما أف. قال علماء التفسير بأن لو كان هناك كلمة أقل من الأف لذكرها القرآن، وقالوا أيضا بأن من قال أف لوالديه فقد عق والديه، ارتكب كبيرة عظيمة جدا ألا وهي عقوق الوالدين، حتى وإن أدى ما يأمرانه به. يعني أنا أبوي وأمي قالوا لي اعمل حاجة طلب
وقلت أف أو أشرت بيدي بمعنى أف أو قلت حاضر كما نرى الشباب الآن وأديت الخدمة، عملت اللي هم طالبينه، أنا عاقل لوالدي، ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما. أوعى يحسوا بالنهر إنك تنهرهما وإنك بتخدمهم عن ضيق. ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما. هكمل الموضوع ده إن شاء الله، الموضوع ده مهم جدا، هكمله في لقائنا القادم إن شاء الله. فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.